4 مهاجمين متألقين في نفس الوقت. يوسف النصيري ينافس أوسيمين على هداف تركيا. أيوب الكعبي يكتب أرقام تاريخية جديدة. سفيان الرحيمي الشمعة المضيئة في نادي العين. وحمزة إيغامان أشعل المنافسة في هجوم المنتخب. مقطع مشوق غنشوفوا فيه الفترة الرائعة اللي كيمروا منها مهاجمي المنتخب، واش ممكن يكونوا بربعة في اللائحة القادمة، ومن هو الأقرب للرسمية. تبع معي حتى الأخير لأنك غتكتشف أمور وتفاصيل جديدة، وغنقولوا حتى شكون كان الأفضل مع المنتخب مؤخرا. نبداو بيوسف النصيري. يوسف من بعد المعاناة الكبيرة والضغوطات النفسية الرهيبة اللي أثرت على مستواه في بداية الموسم، وأيضا اللي خلات المكانة ديالو ثقيل داخل المنتخب المغربي، ها هو الآن كيبصم على مستويات مميزة وقدر يقلب الموازين 180 درجة في الأشهر الأخيرة، وتحديدا منذ نهاية شهر أكتوبر. اللاعب استرجع كل إمكانياته التهديفية، وفي كل جولة كتلقاه كيساهم وكيأثر بشكل مباشر في النتائج الإيجابية اللي كيحققها في نربخشة. ماشي سهل انك تقلب الوضعيه لصالحك في الوقت اللي كنتي كتعرض للانتقادات، والاغلبيه ما راضيش على المستوى ديالك سواء من الجمهور المغربي او الجمهور التركي اللي وصل لدرجه انهم كيطالبوا بالرحيل ديالو. ولكن هادشي تعودنا عليه مع يوسف، دائما كيطيح في هاد المواقف وكيخرج منها بسرعه بفضل الشخصيه ديالو القويه والخدمه اللي وصلاتو لهاد الدرجه في المسار ديالو. اللاعب وصل الآن ل 13 هدف و4 تمريرات حاسمة من أصل 21 مباراة في الدوري التركي، و4 أهداف في الدوري الأوروبي وهدف آخر في الكأس، أي في المجموع 22 مساهمة تهديفية من أصل 32 مباراة. وهذا رقم مدهش كيبين القيمة الهجومية ديال النصيري ومدى الجاهزية الذهنية والبدنية اللي كيمر منها في الوقت الحالي. صوروا أنه من الجولة العاشرة حتى الجولة الأخيرة، الجولة 22، ساهم فيهم كاملين تهديفيا ما عدا جولتين فقط. هذه الإحصائيات المذهلة كتبين حاجة وحدة، أنه النصيري فعلا مهاجم كبير وكينجح أمام كل الخصوم سواء الصغرى أو الكبرى. ويكفي أن المدرب ديالو الكبير مورينيو كيعترف بالقيمة ديال بطلنا وكيشيد به في كل مرة، بحيث قال في إحدى التصريحات بأن وجود يوسف خلق فارق كبير في تطور أداء الفريق هجوميا. المهم أن النصيري يعيش أحد أفضل نسخ ليه هجوميا مع البرتغالي سبيشال وان، وكينافس على جائزة هداف الدوري التركي باحتلاله المركز الثاني ب 13 هدف، ومتفوق على مهاجمين كبار كالنيجيري أوسيمين لاعب غالاتا، وزميله في النادي البوسني زيكو، ومهاجمين آخرين. وكخلاصة هذا الحضور التهديفي القوي اللي كيمر منه طبعا غادي يعطيه حظوظ كبيرة للعودة للرسمية رفقة المنتخب المغربي، وهادشي اللي غنهضروا عليه في آخر المقطع من بعد ما نهضروا على المهاجمين الآخرين، فخليكم معنا حتى الأخير. إلا وصلتي معايا حتى لهنا ما تنساش تدعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا في القناة إلا كنتي جديد. ندوزو دابا الاسم الآخر، أيوب الكعبي. أيوب هو الآخر متألق بشكل كبير مع أولمبياكوس، وكيقدم مستويات هائلة في كل المسابقات سواء محليا. سجل 13 هدف وتمريرتين حاسمتين من أصل 21 مباراة في الدوري اليوناني، وفي الدوري الأوروبي سجل 7 أهداف من أصل 8 ديال المباريات. 24 مساهمة في المجموع في 32 مقابلة، رقم مميز جدا للاعب كيعرف غير الشبكة مهما كان المستوى ديال الخصم، وهادشي برهن عليه في المنافسة الأوروبية بعد ما سجل ضد فرق جيدة كبراغا البرتغالي اللي سجل أمامهم هدفين، ونادي مالمو هدف، ورينجرز هدف، وبورتو البرتغالي هدف، ونادي كاراباخ هدفين. أرقام اللاعب دائما في تصاعد من موسم الآخر، ومن فترة طويلة هو ما كيعرفش شي حاجة سميتها التوقف أو النزول في المستوى ما شاء الله. الموسم الماضي سجل 17 هدف في الموسم كامل في الدوري اليوناني، ودابا وحنا باقين في نصف الموسم تقريبا سجل 13 هدف، وفات الرقم ديالو أيضا في الدوري الأوروبي، بحيث في الموسم اللي داز في دور المجموعات سجل 5 أهداف، وهذا العام في دور المجموعات بالنسبة
النظام ديالو الجديد متصدر ترتيب الهدافين ب7 أهداف، ومازال الخير ومباريات كثيرة اللي غيرفع من خلالها الرصيد التهديفي ديالو. الكعبي محبوب بزاف من جماهير أولمبياكوس وكيعتبروه واحد من أفضل صفقاتهم في التاريخ، وهذا الشيء كيستحق طبعا نظرا للتألق ديالو منذ أول نهار معهم، وأيضا تأثيره المباشر على نتائج الفريق بحيث كيحتل ناديه المركز الأول في الدوري المحلي وتأهلوا مع الثمان الأوائل في مسابقة الدوري الأوروبي، وعزز رصيده كهداف تاريخي للنادي في المنافسات القارية. هادشي اللي كيعيش الكعبي، وهذه فترة أخرى رائعة من مساره الكروي، شيء اللي غيخليه منافس قوي على الرسمية في المنتخب المغربي. قبل ما ندوزو للمهاجم التالي، نبغي نعرف الرأي ديالكم في من هو الأفضل حاليا ومن فعلا يستحق الرسمية في التجمع القادم. غنهضروا على هادشي في الفقرة الأخيرة، ولكن ما فيها باس نعرف الرأي ديالكم دابا في التعاليق. الآن جا الدور على حمزة إيغامان، المفاجأة الجميلة للكرة المغربية في هذا الموسم. اللاعب اللي قدر يخلق الحدث من الأشهر الأولى ليه في أوروبا بالتألق محليا وقاريا مع نادي رينجرز، وهذا الشيء ماشي سهل كليا على لاعب تكون في البطولة الوطنية بكل عيوبها، تكتيكيا تقنيا بدنيا وأي جانب ممكن في اللعبة. وهذا الشيء علاش كنعتبر حمزة حالة خاصة واستثنائية، نجح في الوقت اللي كانت نسبة كبيرة كتوقع عليه الفشل، وتجاوز كل الظروف الصعبة من الأجواء البريطانية الباردة واللغة اللي ما كانش عنده والعديد من الأمور اللي هضرنا عليها في المقطع الخاص بإيغامان. ولكن اليوم كاين الجديد. المهم حمزة تغلب على كاع المعيقات اللي كانت أمامه وقدر يفرض راسه. ما غاديش نبالغ إلا قلت أن نسبة نجاحه من الموسم الأول كانت 1% فقط، ماشي بسبب مستواه بطبيعة الحال، ولكن أغلبية اللاعبين اللي كيمشيو من البطولة يخصهم واحد العام تقريبا غير ديال التأقلم مع الأجواء، وأي واحد في بلاصتو كان بنسبة كبيرة ما غيديرش هادشي كامل اللي دارو حمزة ما شاء الله. عموما ماشي هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. الموضوع ديالنا هو أن حمزة إيغامان هو اللي جبد هاد الصداع بين المهاجمين، وهو اللي خلق المنافسة، وممكن جدا هو اللي يكون سبب في تألق نصيري والكعبي والرحيمي اللي كانوا تقريبا ضامنين التواجد ديالهم مع المنتخب، تخرج ليهم إيغامان من الجنب، وهذا أمر إيجابي جدا لنا وللمنتخب. عموما إيغامان الآن في أفضل مرحلة كروية ليه من جميع النواحي، تطور بشكل رهيب مقارنة بالفترة ديالو مع الجيش الملكي، أولا على مستوى استخدام الجسد ديالو في الاستلام وكيفية الاحتفاظ بالكرة والتخلص من الرقابة بالقوة البدنية، وأيضا الذكاء في التحركات خارج منطقة الجزاء والمشاركة أكثر جماعيا وفنيا، وما شاء الله عنده قدرة جيدة على المراوغات وتجاوز المدافعين، وعنده قدم يمنى قوية يستغلها في التسديد من مختلف الوضعيات. رقميا لحد الآن حمزة سجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في الدوري الإسكتلندي و4 أهداف وتمريرة حاسمة في الدوري الأوروبي، منهم هدفين على نيس الفرنسي وهدف أمام توتنهام الإنجليزي في مباراة اللي قدم فيها أداء كبير وخلى المسؤولين ديال النادي الإنجليزي يتحركوا من بعد هذه المقابلة ويراقبوا المستوى ديالو من أجل محاولة التعاقد معاه في الموسم القادم. وما نساوش أن حمزة فاز بجائزة لاعب الشهر في فريق رينجرز وداخل في قائمة الهدافين في الدوري الإسكتلندي في المركز الثالث ب9 أهداف. مستقبل مهاجم كبير إن شاء الله، كنتمناو ليه كل التوفيق. ولكن كاين اسم آخر كينافس بشدة، سفيان الرحيمي، مرشح فوق العادة باش يكون من الدعامات الأساسية في المنتخب المغربي. واخا كاين اللي غيحكم عليه بالنتائج ديال فريقه، ولكن كمل معايا الفقرة عاد حكم. سفيان مستواه بقى ثابت ومستقر مع ناديه العين الإماراتي رغم أنهم كيعانيوا هذا الموسم سواء محليا أو قاريا. في دوري أبطال آسيا غادروا دور المجموعات متذيلين الترتيب والمركز الرابع في الدوري الإماراتي، بعاد على الصدارة بنقاط كثيرة، ولكن الأهم بالنسبة لنا اللاعب حافظ على الجاهزية ديالو البدنية
وذهنية رغم المستويات الضعيفة اللي كيظهر بها فريقه. كما أن أرقامه التهديفية كتبقى مزيانة، بحيث سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في الدوري الإماراتي و5 أهداف وتمريرتين حاسمتين في دوري أبطال آسيا، يعني في المجموع 18 مساهمة تهديفية في 22 مباراة. سفيان بالنسبة لي لا خوف عليه نهائيا، كما قلنا تنافسيا واجد 100%، ومستواه ما هبطش حتى في أصعب الظروف اللي كيمر منها فريقه، وأرقامه التهديفية ما شاء الله راها مرتفعة، وكيساهم تهديفيا من كل الوضعيات في الهجمات المرتدة، الكرات الثابتة، وأيضا أمام الدفاعات المنظمة. الرحيمي ما استغلش الفرصة اللي كانت عنده في نهاية الموسم الماضي، وأخطأ في التجديد مع نادي العين في الوقت اللي كانت عنده عروض مزيانة ومن أندية مستقرة سواء في الخليج وتحديدا في السعودية، وحتى العروض الجدية اللي كانت عنده من أوروبا. ولكن المهم أن أداؤه باقي بنفس المنحى التصاعدي، وهذا الشيء غادي يخليه ما يخرجش من مخططات الطاقم الفني للمنتخب. وكرأي شخصي متواضع، تقدر تتفق معايا تقدر لا، كنشوف أن سفيان الرحيمي خاصو يكون في كأس إفريقيا القادمة مهما كانت الوضعية ديال فريقه، لأنه كيبقى لاعب حاسم بزاف، ومن أي وضعية يقدر يجيب لك هدف أو ضربة جزاء، وكيخلق إزعاج كبير لدفاعات الخصوم، وممكن يلعب لك حتى جناح إلا احتاجيتيه في هذا المركز. من بعد ما شفنا الأرقام ديالهم والمرحلة اللي كيمروا منها، فغنتأكدوا أنه من الصعب حاليا الاستغناء على واحد منهم، والحل الوحيد اللي كاين هو يكونوا بربعة في المنتخب، شيء اللي لا أظن منذ قدوم وليد عمرو داروا في شي قائمة 4 رؤوس حربة في لائحة واحدة عمرها كانت. ولكن بما أنه آخر مرة استدعى 4 حراس، فطبيعي ومن الأفضل أنه يكونوا 4 مهاجمين، خصوصا إذا حسبنا الرحيمي كجناح. هاد المسألة بسيطة والحل ديالها راه كاين، لكن الأمر المعقد عند وليد الآن هو الرسمية لمن ستكون. وكرأي شخصي الرسمية ما غتكونش عندها علاقة لا بالمستوى ولا بالأرقام التهديفية، لأنهم كما شفتوا متقاربين بزاف من هذه الناحية، بل الرسمية غتكون حسب أسلوب اللعب والخطة أو الفلسفة اللي غيدخل بها في كل مباراة حسب ظروفها. وأظن أنه حتى العطاء ديالهم مع المنتخب مؤخرا ممكن يكون عنده تأثير في الرسمية. وبلغة الأرقام نصيري في 6 مقابلات الأخيرة هو اللي كان الأفضل، سجل في آخر 3 مباريات مع المنتخب ضد إفريقيا الوسطى، الغابون وليسوتو، رغم أنه كان كيدخل كبديل. رحيمي سجل 3 أهداف في تصفيات كأس إفريقيا، الكعبي تراجع مؤخرا مع المنتخب وسجل هدف وحيد في الجولة الأولى ضد الغابون. المهم منطقيا ما زال الحال على الحكم في من أحق بالرسمية أو في التواجد في لائحة المنتخب، اللي كنتمناو هو يستمروا في هذه المنافسة بيناتهم ويكونوا واجدين 100% إن شاء الله للتحديات القادمة. ولما لا يبان شي مهاجم آخر يدخل معهم في المنافسة كأمين الوزاني مثلا. وصلنا لنهاية المقطع محبي قصة بطل، كنتمنى المقطع يكون نال إعجابكم، وشكرا لكم على المشاهدة. في الأخير كنتمنى زيارتكم لحسابي الخاص على انستغرام كما مكتوب في الشاشة، أو غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. منير يحييكم، إلى اللقاء.